12 يوم بس على مونديال، وقبلها بساعات نهائي دوري الأبطال. النهاردة PSG ضد أرسنال في بودابست، وأنا هقول لكم بعد شوية الرقم اللي لو كسبوا أرتيتا هيدخلوا التاريخ. بس الجامد دلوقتي ديمبélé وحكيمي وتمبر رجعوا للقايمة، وفابيان رويز وزوبيمندي في خطر. وفي خبر تاني بيلم القلوب، ألفونسو ديفيس لحق اتعافى من الإصابة ودخل قائمة كندا 26 رسمياً، ومدرب جيسي مارش بيقول دي أحسن قائمة كندا في تاريخها. يا حال الراجل ده، ما كانش بيحلم بمونديال وهو في السرير. وخليني أوجعك بالرقم اللي وعدتك بيه، لو أرسنال كسب النهاردة هيبقى خامس فريق إنجليزي بس في التاريخ يجمع الدوري وأبطال أوروبا في نفس موسم. ليفربول عملها مرتين، مان يونايتد مرتين، مان سيتي مرة، خامس مرة في 50 سنة. ده مش لعب عيال. بس استنى الصدمة، رحيم ستيرلينج اتقبض عليه. الصن بتقول الراجل اتمسك بشبهة قيادة تحت تأثير مخدرات بعد ما عمل حادثة بسيطة باللامبورجيني بتاعته على الموتورواي. يا نهار، اللاعب في عز 30 سنة ولسه مفيش رد رسمي من ناديه. طب أنا عندي رأي وهقوله. مدرب بلجيكا السابق توم سنت فيت قال لي في الجول إن بلجيكا مرشحة تكسب مصر في الأمونديال. حلو الكلام ده. ده نفس الراجل اللي قال إن مصر تقدر توصل لربع النهائي، يعني بيمدحنا ويكسرنا في نفس الجملة. أنا مش مقتنعة. اللي شاف مصر في تصفيات الكاف يعرف إن دي مش مباراة محسومة. طب وإنت اللي قاعد قدام موبايل ده، مين هيكسب النهاردة؟ PSG ولا أرسنال؟ وفي مونديال تفتكر مصر هتعمل إيه قدام بلجيكا؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ.